الانترفيو للاهالي خلاص بقى كده، وانت فين وفين وعايز ابنك يعمل ايه وخلاص. الاهالي والولاد دلوقتي بقى الانترفيو ليهم. بالظبط. شايفه ده ازاي؟ شايفه ده زي اي كوميونتي، اي مكان انت بتدخل فيه، ويعني بيبقى متقسم كلاسز كده. انت كولي امر بتبقى عامل الدور اللي عليك بان انت شفت المدرسه وشفت الريفيوهات بتاعتها وشفت اصحابك اللي مدخلين اولادك، فانت اخترت المدرسه وعارف انت رايح لمين. حلو. لكن المدرسه ما بتبقاش عارفه ده، ما بتبقاش عارفه الشريك اللي داخل يشاركني. ما هو احنا في المدرسه احنا شركاء في التنشئه والتربيه، احنا شركاء. فانا من حقي كمدرسه ان انا اشوف اللي جاي متقدم عشان يدخل معايا في الشراكه دي اللي في الاخر هتكون نتيجتها ان ابني يتعلم صح. فانا من حقي كمدرسه ان انا اعمل انترفيو واشوف الطالب ده اللي جاي يتقدم هينفع في الكوميونتي بتاعتي، هينفع بالاهداف بتاعتي، هينفع بالفلسفي بتاعتي، ولا مش هينفع. طب ما ممكن يكون يعني لسه مش مؤهل، ومفروض بقى دور المدرسه ان هي تاهله بقى، ما هو داخل مدرسه ليه؟ اوكي. طيب خلينا نقول حاجه، في حاجات كتيره بيعملوها الناس بره. من الطفل عنده 3 شهور في برنامج كده اسمه الناس اللي هي الاهالي يور بيبي كان ليرن، وده بيجي بلغات مختلفه. من وهو عنده 3 شهور ببدا اوري له صور واحكي له واعرفه قيم واعرفه سلوك واعرفه اللاترز واعرفه من بدري قوي. فانا مش هستنى لغايه ميعاد الانترفيو عشان ابدا اقول يلا نتعلم. انا المفروض وانا داخله المدرسه، انا داخله المدرسه عشان ابدا اتعلم العلم اللي هو في الكتب، لكن الحاجات السلوك والحاجات المهارات الحياتيه المفروض الطفل يكون عارفها اصلا وهو من قبل ما يدخل المدرسه. طيب ليه الانترفيو ده بيبقى صعب؟ يعني بيبقى على كذا مرحله ساعات احيانا. طيب خلينا نقول احنا اتفقنا في الاول انه انا كمدرسه انا وانت داخلين في شراكه. اوكي، فانا من حقي ان انا اعرف الشريك ده، وببقى حاطه كرايتيريا معينه كمدرسه انه انا والله عايزه الطالب يكون كده 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 كده، ببقى حاطه كرايتيريا كتير. المدارس الكبيره واللي عليها اقبال بيجي لها اعداد كتيره من الطلاب، فبالتالي انا بخلي الكرايتيريا بتاعتي على مراحل عشان اعمل تصنيف. ويمكن تلاقي بعض الاهالي بيبقوا ويتنج ليست، اتعمل له انترفيو بس لسه في الويتنج ليست، لانه انا لسه بدور على الناس اللي هتناسبني اكتر، على الشريحه اللي هتفت معايا اكتر. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو المفروض برضو يبقى في مصلحه الطالب، لانه انا رايحه اعمل انترفيو وانا معترضه على كلمه انترفيو. حابه ان هو انترفيو، ما اسمها والله المفروض يبقى اسمه اسسمنت، تقييم. ماشي اوكي، مش انترفيو. لو الاسسمنت اتعمل مظبوط المفروض ان هو في مصلحه الطالب. المفروض انا كأم اعرف الاسسمنت ده نتيجته ايه. والله ابني اتعمل له اسسمنت من بروفيشنالز القائمين على العمليه التعليميه في المدرسه، فالمفروض يطلعوا لي ريبورت احنا والله لقينا كده 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 كده. فالمفروض ان هو يكون في مصلحه الطالب مش في مصلحه المدرسه بس. طيب ليه بقى الانترفيو بقى دلوقتي؟ يعني هو في مدرستين، في زمان كان يقول لك للاهالي بس وده اللي احنا اتعودنا عليه، اوكي، وبعد كده بقى للولاد دلوقتي، وبعدين بقى للاهالي والولاد. ايه بقى؟ هو احنا كلنا شركاء، انا كاهل وانا كمدرسه والطفل. انا ببقى عايزه اشوف الطفل ده عنده مهارات تواصل حلوه، عايزه اشوف عنده الفضول. الطفل الفضولي بيبقى طفل عايز يتعلم اكتر. وكمان ببقى عايز اشوف اولياء الامور الكوميونيكيشن مع الطفل عامل ازاي. ما هو خلي بالك اللي الطفل بيعمله ده ريفلكشن للاهالي بتعمله. فانا ببقى عايز اشوف الاهالي في الكونتكست ده، انا كمدرسه والاهل والطفل بنتعامل ازاي في اي موقف تعليمي. لانه زي ما اتفقنا لو احنا شركاء يبقى لازم الثلاث اطراف يبقوا موجودين، الاهالي والاطفال والمدرسه. طيب هل النهارده الاب مسافر او منفصل، هل الام كفايه انها تعمل الانترفيو ولا لازم كمان الاب يكون موجود؟ طيب انا مش فارق معايا مين غايب على قد ما انا فارق معايا مين حاضر. يعني في بعض الاهالي ممكن الام هي ما تبقاش موجوده، متوفيه او ظروف ما، والاب مش موجود. فانا مش فارق معايا مين اللي غايب ومين اللي حاضر على قد ما هو فارق معايا مين اللي موجود وحاضر في حياه الطفل وهيبقى مسؤول عن تربيه الطفل وتنشئته معايا. لو الاب متواجد اهلا وسهلا، العيله كلها تبقى موجوده، الاب والام والطفل. لو الاب مش متواجد، لا، اللي موجود في حياه الطفل وهيشارك معايا في العمليه التعليميه هو ده اللي يبقى موجود في الانترفيو.